جلس رجل مع حبيبته لساعات فأحس بالجوع، فقال لها: أليس هناك شيء نأكله؟ فقالت له: أما في وجهي وحسني ما يغنيك عن الجوع يا حبيبي؟ فقال لها: والله يا حبيبتي، لو أن قيسا وليلى جلسا لساعات دون أن يأكلا شيئا لبصق كل منهما في وجه الآخر ورحم. بمعنى هذا الرجل أسقط مثال عظيم، قصة حب عظيم على حالته. الحب يحتاج إلى عوامل ليستقيم، عوامل روتينية جدا. المبالغة في التعبير عنه ربما تحصل من ورائها مفسدة، بشرط أقصد لو كان الشخص الآخر أو الطرف الآخر قليل الوعي، فقلت له: أنت أنا أحبك، مهما سويت راح أبقى أحبك، لو أهملتني، لو طنشتني، لو إن شاء الله حتى في طريقة يعني اللبس أو شيء، لو تلبس خيشة، لو كان قليل وعي راح يصدقك وراح يطبق هذا الشيء. قلنا قليل وعي، وممكن يهملك، ممكن يطنشك، ممكن يحقرك، ممكن حتى ما يكون أنيق، يعني يهتم بمظهره، وأنت في كل الحالات وجهت له رسالة أنك تحبه في كل الأحوال. هذه مبالغة في التعبير عن الحب. والطرف الآخر قليل الوعي، هني راح يشوف نفسه، وأول من يشوف نفسه عليه أنت. لو نرد بالزمن ورا، الناس كانت على نياتها، وعيها قليل جدا، ما واكبوا التطور ولا الموضة، حياتهم جميلة جدا. نعم كانوا يقدسون الحياة الزوجية، ولكن يميلون بشكل كبير الاهتمام بأنفسهم إلا فيما ندر. يضرب المثل بشخص مثلا عدى على زواج 10 سنوات وكانت علاقته زينة مع زوجته، يقول ما شاء الله كأنهم عرسان، يعني توهم متزوجين. الإنسان قبل تزوج خلاص بعد ما عدى سنة أو سنتين صار أمر روتيني عادي عنده، تلقاه مبهدل، زوجته مو مهتمة بنفسه. هذا شيء شفناه كلنا. الحين لا، الوعي زاد، التطور، فلا الوعي زاد والأناقة أصبح بابها أوسع، تصير فقط على اللبس، لا، لبس ومظهر ونظافة وأناقة وراحة وردة. ولكن إن الحب يحتاج إلى عدة عوامل ليستقيم وليستمر. عوامل روتينية جدا بسيطة أنت ما تشوفها أصلا، ولكن هي موجودة. لا تبالغ في التعبير، لأن الطرف الآخر كان قليل وعي، ما أقدر أقول لك خله أنت تحبه، ولكن لو كان قليل الوعي على ما يزداد وعيه لا تبالغ في التعبير عن الحب، لأنه ممكن يصدقك. وأول من يفسد عليه أنت، وتلقاه يهمل مظهره ويهمل أناقته، وخلاص دام أنك تحبني أنت على كل حال، شبي يعني أكشف. كان وعيه يعني عالي جدا. عاد الدخلة أليس في بلاد العجائب. قول اللي تبيه، حدث ولا حرج في الحب. ما قلنا قبل لا تندفع كلك في لحظة حتى لا تخسر كلك في لحظة. دع مجالا للشغف.